طيب كل مساء جواب صح حضرتك على ناس كان فيديو جديد مع محمد طارق وقناه محمد زايس. النهارده موضوعنا موضوع معرضي جدا. لما يكون عندك مكتبه عايز تروش عليها وانت شايفها كل انفستمنت على بنترست، بنترست جالك لحد البيت مع محمد زايس مش هتقدر تغمض عينيك زي ما بيقولوا الناس يعني. بديل الرخام هنا لازم تكون علاقته تكتشرز مع الارضيه مع الحيطان تبقى عامل الكونتراست الدنيا فيها ايه؟ في البسيط، في البسيط منه يخلص منه وتخلص على طول. اهم حاجه حيطه التلفزيون او التي في بورد. زي ايه؟ الناس اللي تبقى متضايقه مني وانا بتكلم شعبيه والناس بتتكلم انه بيتكلم انجلش. لا يا باشا خلينا نتكلم على الايه؟ التو كاتيجوري. فلما نيجي نعمل بديل الرخام مع بديل الخشب، اهم حاجه من ضمن العلاقات اللي احنا نخلي بالنا منها ده ماتيريال مش خشب. زي ما كنت بتكلم قبل كده ان ده خشب، ده بي في سي. الخامه بتاعته ملزوقه قشره زي ورقه وعليها نفس البيكتشرز بتاعت الدنيا. اهم حاجه تحافظ عليها ست البيت وانت بتنضفي الحاجه دي ما تجيبش عليها ميه كتير. واللي يقول لي ده كده يبقى بيضحك عليك. ليه يا باشا؟ عشان الميه دي ده ورق ده لو فوش كل سنه وانت طيب. تعالى نشوف بقى بديل الرخام. من ضمن الحاجات اللي تخلي بالك منها ان ده العلاقات تمشي مع بعض، الالوان تبقى متجانسه، الروح ما تبقاش بعيده عن بعض. لسه عندي ده هنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها في بديل الرخام. علاقاتك والحركات التكات الصغيرات اللي احنا جايين نتكلم عنها في الجبسون بورد، تكات والحركات زي ما بيقولوا العلاقات اللي هي الغوطس، الحاجات العالي والواطي دي. الحاجات العالي والواطي دي تديك ميكانيزم حلو قوي في الديزاين. يقول لك ايه ده؟ انا عامل فرح شعبي انسى بتاع عيله جروب وعيله مش عارف مين، واحنا عارفين كل الناس اللي بتقعد تعمل زحمه ودوشه مش من كتر الفلوس مش من كتر التفاصيل، بالتاتشات. عندك تاتشات تركب ملك الحركات، ما عندكش تاتشات بتقعد ايه؟ مع بركات. طيب تمسك الموضوع ازاي؟ زاينس كونسبت. طب يا عم انزل بالشعب. الكونسبت والديزاين يعني الشكل ده. ما عنديش اوفر هنا ونجمه وورده وتوتال مش عارف ايه، ما عنديش موضوع تعبير هنا. عندي الموضوع بسيط زي ما انت شايف. انا باخد راوند سريع كده بسيط قوي. الشكل سيمبل. هنا عندي كونسولر مع البروفيل، الشكل بتاع المرايه اللي هتنور الليد. كل سنه وانت طيب. الدنيا ايه؟ في الحلو منه. مفيش حلو منه هيبقى انت ايه؟ انت الحلو منه، فانت تحل المكان. ست البيت ما تجيش يقول لك تزن عليك والورده والفراشه اوعى تعمل لها الكلام ده. ولو جوزك موافق على الكلام ده وهو اللي جاي يقول لك اوعى تعملي الكلام ده، هتلاقي ان الشقه في حته ثانيه. هتلاقي صرفت فلوس كتير، دفعت خامات كتير، بس الشكل وقع منك. طب نعمل ايه ببساطه؟ جيبسون بورد سيمبل بسيط، كونتراست كلر، الالوان تبقى في الهادي مع ليد بروفايل مع حبه سبوت لايت. انت بقيت كينج المنطقه، كينج المنطقه في شقتك. مسكت الموضوع ازاي؟ مع حتتين تابلوه عند عبد التهامي هيظبط لك الاداء. ما جبتش تابلوهين الشقه مش هتظبط معاك. تعالوا نشوف. لسه هنعمل التي في هنا. ولسه عندي من ضمن التركات والحركات هنا باب سلايدنج. باب سلايدنج ده البيج ده هيبقى الموضوع فيه بسيط مع حبه الحركات بتاعتي. لسه في معالجات وحبه حركات. الليد بروفايل ده هيكمل هنا اهو. تعالوا نشوف من اللقطه دي كده هتلاقيه كمل ونازل معايا هنا على السقفيه زي ما انتم شايفين اهو. كده نازل هيكمل. لسه العوامل هتركب بعد ما نفنش الدهانات. ايه ده؟ انا ما عملتش حاجه بس ظبطت الدنيا. ظبطت الدنيا احلى دنيا. هتلاقي الشقه بتاعتك في تراك تاني زي ما انتم شايفين. تعالوا نبص بعيننا مع بعض كده. الديزاينز بتاعتنا كونسبت، الالوان، الروح زي ما انتم شايفين كده. هنا السيت اب كانكم قاعدين مكان القعده بتاعت العملاء. اللقطه دي هتبقى بانوراما. البانوراما ديزاين او الديزاينز بتاعتك تكون كويسه جدا، خامه كويسه، ديزاين كويس، عنصر تنفيذ، التشطيب. ثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي يتظبطوا معاك. كل سنه وانت طيب. الشقه بتاعتك بقت في حته ثانيه. ما تنساش تعمل الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، اشترك معانا في القناه وهاني زايد. السلام عليكم.